النهاردة عندنا نوعين من الضمائر، demonstrative و indefinite pronouns. demonstrative هي ضمائر الإشارة تحدد مكان الشيء. لو قريب منك هيبقى this or these لو قريب منك. لو بعيد هيبقى that and those. لو قريب منك ومفرد هيبقى this. لو قريب منك وجمع هيبقى these. لو بعيد عنك ومفرد هيبقى that. لو بعيد عنك وجمع هيبقى those. مثال this book, those cars. تاني indefinite pronouns ضمائر الغير محددة مش بتحدد شخص أو شيء زي somebody, anybody, no one, anything. مثال someone is knocking the door. أنا هنا معرفش مين اللي بيخبط. هنسأل دلوقتي سؤال وعايزكم تردوا عليه في التعليقات. لو قلنا is in the fridge وسيبنا نقط ممكن نختار ايه؟ this ولا something؟ ردوا عليها في التعليقات. الضمائر دي سهلة جدا لما بنشوفها في أمثلة. الفيديو الجاي هيكون عن relative pronouns.